وادى لمراتي شد حقنه كده. انا ما فهمش في الطب برضه. طيب انا افهم في شغلي. ما سالتوش بقى انتوا ساعتها ده الحقنه دي فيها ايه؟ ايوه. قالت له انا عندي دور برد وصدري مكتوم. اللي حصل بعد كده مراتي مجرد ما هو دخل الحقنه في الكالونه، مراتي وقعت قالت لي الحقنه انا بموت. طبعا زي ما انتوا شفتوا كده، يعني دي واحده جالها دور برد، راحت الصيدليه اداها كوكتيل البرد اللي الناس حافظاه، حقنه مضاد حيوي على كورتيزون على مش عارف ايه. واحنا حذرنا بدل المره 1000 يا جماعه. اولا دور البرد مش محتاج مضاد حيوي اصلا. ثانيا تعال نفترض ان عندها مرض بيحتاج مضاد حيوي، ما يبقاش حقن، يبقى ادويه شراب. ما ناخدش حقن الا اذا كانت الحاله محتاجه تتحجز في المستشفى، ولما تتحجز في المستشفى هناك يبقى يعلقوا لها حقن والكلام ده، عشان حتى لو حصلت الحساسيه اللي بتموت اسمنا في مستشفى وهيلحقونا. لكن الاختراع اللي اسمه 3 في 1 ده ياما موت، ودلوقتي على الفيسبوك كلكم متابعين، كل شهر انزل لكم بوست حد خد حقنه في الصيدليه مات. ضيفوا على كده ان مفيش حاجه اسمها اروح اتعالج في الصيدليه. ايه اللي معلقه كانيولا ومحاليل في الصيدليه؟ انا اول مره اشوف كده في حياتي، وده مش اسمه طب، وياما موت ناس. التزموا بالتعليمات الطبيه عشان تنفذوا بحياتكم. طول ما انتم ماشيين ورا الجهل اديكم شايفين كل اسبوعين دلوقتي لا واحد خد حقنه في صيدليه او واحده في صيدليه وماتت. طفل مات السنه اللي فاتت، طفلتين توأم ماتوا. مفيش حاجه اسمها كده، حتى لو عملنا اختبار الحساسيه وما طلعش فيه مشكله ماتوا بعد الاختبار الحساسيه. فمفيش حاجه اسمها كده، ده مش اسمه طب يا جماعه. بعد اذنكم اديكم شايفين الراجل اهوت راح يدي لمراته حقنه في الصيدليه، طبت ساكته ماتت خلاص. الصيدليه هيتحبس والصيدليه هتتقفل، بس كل ده مش هيرجع اللي راح. احنا بناخد بالاسباب، كلها اعمار واجال، بس بناخد بالاسباب. ما اروحش ارمي نفسي تحت العربيه واقول اصل مش عارف ايه، وتلاقي التعليقات بقى تقول لك اصل ما معاش فلوس تكشف. يعني انت رحت الصيدليه صرفت علاج ب 300 جنيه ومعكيش فلوس تكشفي؟ انت لو رحت الطوارئ هتلاقي التذكره ب 2 جنيه هناك، وهتقابل دكتور هيقول لك انت عندك برد مش محتاجه مضاد حيوي اصلا، فهيروحك هيديك حاجه للسخونيه، او محتاجه مضاد حيوي مثلا هيكتب لك اقراص مضاد حيوي وتاخدها تروحي. مفيش حد ياخد حقن مضاد حيوي ادام هو في البيت، ادام هو هيروح يتعالج يكمل علاجه في البيت. طيب تقول لك اصل بروح المستشفى ما بيرضوش يدوني الحقنه. ما هو حدش قال لك هتاخد حقن اصلا. ممنوع اخد حقن ادام حالتي مش محتاجه تتحجز اصلا في المستشفى. مهما كنت تعبانه ومهما كانت الحاله شديده والسخونيه جامده، ده مش معناه ان الحاله خطيره ادام ما اتحجزناش في المستشفى. خلاص، فحافظوا على حياتكم، بلاش الخزعبلات اللي احنا ورثناها بقالنا 100 سنه. اصل عايزه حقنه اتخلص من الاخر، اصل عايزه مش عارف مضاد حيوي يعمل مش عارف ايه. يا جماعه الكلام ده خلاص انتهى من زمان، ويا ريت بعد اذنكم يعني تنصحوا بعض وشيروا الفيديو ده لكل الناس.